ماذا لو سوينا مقارنة عسكرية بين أرض الكنانة مصر وبين دول المغرب العربي الجزائر وليبيا وتونس والمغرب؟ نبداها من ناحية عدد السكان. مصر 104 مليون، بينما دول المغرب العربي 101 مليون نسمة. هذا التعداد السكاني. ننتقل إلى التعداد العسكري، وهي النقطة المهمة والأهم. لدى مصر 1,300,000 جندي، بينما التحالف المغرب العربي 1,100,000 جندي. ننتقل للقوات الفاعلة. مصر لديها 450,000 جندي، أرقام مخيفة. دول المغرب العربي لديها 522,000 جندي متحدين. مصر إلى هذه اللحظة تعادل قوى دول المغرب العربي. خلونا نشوف مع بعض لوين راح توصل القوى. مصر لديها من القوات الاحتياطية 480,000 جندي، بينما دول المغرب العربي 300,000 جندي، وهنا مصر تتفوق ب 150,000 جندي. القوات الرديفة لدى مصر 400,000 جندي، بينما التحالف المغربي 257,000 جندي. ننتقل إلى إجمالي قوات الطائرات والحرب الجوية. مصر لديها 1053 طائرة مجتمعة، بينما دول المغرب العربي مجتمعة لديها 1102 طائرة. ننتقل إلى تقسيم الطائرات. لدى مصر من الطائرات المقاتلة 252 طائرة، بينما الجزائر وتونس والمغرب وليبيا لديها 217 طائرة فقط، وهنا مصر تتقدم ب 50 طائرة تقريبا الفرق. ننتقل للطائرات الهجومية الخاصة. لدى مصر 88 طائرة، بينما لدى دول المغرب العربي 26 طائرة، وهنا تتفوق مصر الضعف. إلى هذه النقطة مصر تتفوق على دول المغرب العربي مجتمعة من ناحية العتاد العسكري. مصر لديها 59 طائرة نقل، بينما دول المغرب العربي لديها 115 طائرة مجتمعة. ننتقل إلى طائرات التدريب. مصر لديها 341 طائرة، بينما دول المغرب العربي لديها 256 طائرة. هنا مصر كذلك الأمر تتفوق بطائرات التدريب. ننتقل إلى طائرات المهام الخاصة. مصر لديها 11 طائرة، بينما دول المغرب العربي لديها 20 طائرة، وهنا يتفوق عن دول المغرب. ننتقل إلى طائرات الوقود. طائرات الوقود لدى مصر 0 طائرة، الوقود الجوي، بينما المغرب العربي لديه 5 طائرات وقود مقسمة على 5 دول. المروحيات. مصر لديها 304 مروحية، بينما دول المغرب العربي لديها 463 طائرة، وهنا دول المغرب العربي تتفوق على مصر أرض الكنانة. مروحيات هجومية. مصر لحالها لديها 91 طائرة، بينما دول المغرب العربي لديها 52 طائرة، وهنا مصر تتفوق بشكل تقريبي للضعف على دول المغرب العربي. ننتقل إلى الدبابات، وهنا القوة العسكرية لدى مصر 3735 دبابة، بينما دول المغرب العربي 5457 دبابة، وهنا يتفوق دول المغرب على مصر. ننتقل للعربات المدرعة. لدى مصر 11,000 عربة مدرعة، بينما الحلف المغربي لديه 21,000 عربة، وهنا يتفوقوا على مصر في الضعف. المدافع الذاتية. مصر لديها 1165 مدفع، بينما دول التحالف المغربي 1266 مدفع. ننتقل إلى المدافع اليدوية. مصر لديها 2200 مدفع يدوي، بينما دول المغرب العربي مجتمعة لديها 1064، وهنا تتفوق مصر بالضعف. ننتقل إلى راجمات الصواريخ. راجمات الصواريخ لدى مصر 1235 راجمة، بينما دول المغرب العربي لديها 1344 راجمة. ننتقل لعدد القطع البحرية. مجتمعة لدى مصر 316 قطعة بحرية، بينما دول المغرب العربي لديها 382 قطعة بحرية.
ننتقل إلى حاملات الطائرات، مصر 0، ودول المغرب العربي كذلك الأمر 0. ننتقل إلى حاملات المروحيات. حاملات المروحيات، مصر لديها 2 حاملة للمروحيات، ودول المغرب العربي لديهن 1 فقط، وأتوقع أنها لدى المغرب هذه الحاملة. يا المغرب، اي نعم، لدى المغرب حاملة المروحيات. ننتقل للمدمرات البحرية، مصر لديها 0 مدمرة، بينما دول المغرب العربي كذلك الأمر 0 مدمرة بحرية. واعتقد اللي بعدها هي الغواصات، عفوا الفرقاط لدى مصر 9 فرقاط لحالها، بينما دول المغرب العربي مجتمعة لديها 15 فرقاط. ننتقل إلى الطاردات البحرية، مصر لديها 7 طاردات بحرية، والدول المغرب العربي 12 طاردة بحرية، وهنا يتفوق. لكن النسب المئوية الآن دول المغرب تتفوق بنقطتين على مصر. ننتقل للغواصات، 8 غواصات لدى مصر، ودول المغرب العربي 8 غواصات، وهنا في تعادل بين الدول. ننتقل إلى السفن الدورية، مصر لديها 50 سفينة دورية، بينما دول المغرب العربي لديهن 124 سفينة. ننتقل إلى مضادات الألغام، مصر لديها 23 مضادة ألغام، بينما دول المغرب العربي لديها 4 مضادات ألغام فقط. ننتقل للإنتاج النفطي والأهم، مصر لديها 640 ألف برميل يومي، بينما دول المغرب العربي مجتمعة 2.3 مليون برميل يومي. ننتقل للاستهلاك النفطي، لدى مصر يوميا تستهلك 832 ألف برميل، بينما دول المغرب العربي مجتمعة تستهلك 955 ألف برميل يوميا. يعني مصر لحالها تستهلك عدد على قد الدول المغرب العربي. الاحتياط النفطي لدى مصر 4.4 مليار برميل، بينما دول المغرب العربي 61 مليار برميل من الاحتياط النفطي لدى دول المغرب العربي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.